ازيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. تالت حلقة في سلسلة تأسيس البنات، ودي من اهم الحلقات اللي هتفرق معاكي في حياتك اللي جاية، لانها فيها معلومات كتيرة جدا هتخليكي تعدي فترة العادة الشهرية بمنتهى السهولة، وتقدري تتعاملي مع اي مشكلة هتقابلك. عن اثناء العادة الشهرية، وقت العادة الشهرية، ايه الحاجات المهمة جدا اللي هتقعي فيها، وايه الحاجات اللي ممكن تنقذك من اي موقف محرج ممكن تتحطي فيه، واهم نصايح اصلا عشان تقدري تعدي الفتره دي بمنتهى السهوله. مش بس البنات الصغيرين، لا، البنات الكبار كمان يحضروا الفيديو ده، لان هم بجد هيستفيدوا منه جدا جدا. اول حاجه، وقت العاده الشهريه يا بنات، اختيار الفوطه الصحيه مهم جدا يا بنات، لانه هيوفر عليكي حاجات كتيره قوي. اول حاجه الفوطه الصحيه اللي بتكون مخصصه للافرازات، الفوطه الصحيه الرفيعه جدا دي يا بنات، هي دي بتكون مخصصة للإفرازات. يعني مثلا بعد العادة الشهرية ممكن يجيلك يومين أو 3 إفرازات كتيرة، ففي الوقت ده ممكن تحطي الفوطة الصحية اللي هي اليومية دي، علشان ما تسببش احتكاك ما بين الجلد وتسبب لك غمقان، وتكون شكلها باين في اللبس وتكون مضايقاكي كمان. الفوطة الصحية اليومية مهمة جدا، ومهم جدا يا بنات ان انتوا تجيبوها تكون موجودة عندكم، عشان لما يكون في افرازات تحطي بس الفوطة اليومية. تاني حاجة، اختيار الفوطة المناسبة لسنكم، مهمة جدا يا بنات، ومش بس لسنك، لجسمك كمان. يعني انت لو جسمك مليان شوية ممكن تاخدي الحجم الوسط، لو جسمك ضعيف شوية ممكن تاخدي الحجم اللي هو الصغير، لان هي بتكون على شكل، واخدة شكل المكان يعني. فلو المكان اصلا يعني انت رفيعة بطبيعتك، فانت مش محتاجة ان انت تحطي فوطة صحية كبيرة، لان ده هيبان في شكل اللبس وهتكون باينة قوي، وهيحصل لها يعني يحصل لها ايه، كلكعه كده. مش عارفه اشرحها لكم ازاي، بس بيحصل لها زي كلكعه كده، وما بتكونيش مرتاحه اصلا وانتي بتستخدمي الفوطه الصحيه الكبيره. فالمناسب لسنكم وانتوا صغيرين يا بنات، وكنت عملت معاكم فيديو اصلا كنت بكلمكم عن شكل الفوط الصحيه بالكامل، برضو هحطه لكم في الوصف هنا عشان لو حبيتوا ان انتوا تشوفوا. فلو انت ضعيفه يا حبيبتي هتستخدمي الفوط الصحيه اللي هي بتكون صغيره، ولو انت جسمك مليان شويه يبقى المناسب معاكي الحجم اللي هو الوسط. انا عايزه اقول لكم لحد دلوقتي علشان انا رفيعه شويه بستخدم الحجم الوسط، مش محتاج ان انت تستخدمي الحجم الكبير ده، لان هو بيكون للامهات والبنات اللي جسمها مليان قوي قوي، فهم ممكن بس اللي يكونوا بيستخدموا الحجم الكبير، علشان ما يكونش شكلها باين في لبسك، علشان ما تضايقكيش، عشان ما تسببلكيش احتكاك. فمهم جدا ان احنا نختار الفوطه الصحيه المناسبه، وخلي عندكم كميه من الفوط الصحيه عشان ما تحطكوش في مواقف محرجه. واهم حاجه وانتي ماشيه برضو تحطي فوطه صحيه في الشنطه بتاعتك، عشان لو احتجتي انك تغيريها في اي وقت. تالت حاجه مهمه جدا، وقت ما بتنامي لازم قبلها تغيري الفوطه الصحيه بتاعتك، لان احنا بننام حوالي من 6 ل 8 ساعات، ففي الوقت ده ممكن يحصل تسريب. ففي الوقت ده يا بنات مهم جدا ان انت قبلها تغيري الفوطه الصحيه. ولو انت بتقلقي في نص النوم كده، برضو لما تقومي تدخلي التويلت تغيري الفوطه الصحيه بتاعتك. تاني حاجه، لو انت نومك تقيل بقى، انا نادي بنام ما بحسش بنفسي، ومعظم البنات الصغيرين برضو بيكونوا مش حاسين بنفسهم وهم صغيرين، فهقولك على حاجه بسيطه قوي، هتجيبي الفوط المخصصه لليل. الفوط دي يا بنات بتكون طويله شويه، فبتمنع التسريبات وقت النوم. فمهم جدا يكون عندك الثلاث انواع من الفوط الصحيه دي يا بنات، عشان تستخدمي لكل وقت الفوطه الصحيه المناسبه ليه. تاني حاجة مهمة جدا برضو يا حبيبتي، تغيير الفوطة الصحية. ما ينفعش ان انت تحطي الفوطة الصحية في المكان ده وتسيبيه لفترة طويلة، لان ده هيسبب روايح مش لطيفة، انت نفسك هتكوني متضايقة. ولو انت يعني مش قادرة، يعني الواحد اوقات كده مش بيبقى ايه واخد باله من الروايح، بس ممكن اللي قدامك ياخد باله من ريحتك، اختك، مامتك، اخوكي، فاكيد انت مش عايزة تتحطي في موقف زي ده. فمن اهم النصايح يا حبيبتي ان انت لازم تغيري الفوطة الصحية كل ما تحتاجي ان انت تغيريها، لان كل بنوتة فينا مختلفة عن التانية. طب لو الكمية قليلة جدا يا نادي، ومثلا انا بقعد بالفوطة الصحية فترة طويلة، لا، حتى لو كده بعد 4 ساعات لازم تغيري الفوطة الصحية، حتى لو ما كانتش
موجود فيها حاجات كتيرة قوي، برضو لازم تغيري الفوطة الصحية، لان هي حتى لو مش موجود فيها هتسبب لك روايح وحكة، وهتسبب ريحة كمان، وهتسبب لك غمقان في المكان ده، وحبوب وحاجات كتيرة جدا انتوا في غنى عنها. فمهم جدا من وانت صغيرة تبقي عارفة ان الفوطة الصحية لازم تتغير بعد 4 ساعات، لو مش محتاجه انك تغيريها. لكن في بنات بتكون محتاجه ان هي تغيرها كل ساعه، في بنات بالذات اول يوم ده بتكون محتاجه ان هي تغيرها كل ساعتين. فانت عينيكي اللي بتحدد، انت كل شويه هتدخلي التويليت تشوفي الفوطه الصحيه بتاعتك محتاجه ان هي تتغير ولا لا. الحاجه اللي بعد كده بقى بالنسبه لآلام العاده الشهريه. بالنسبه لآلام العاده الشهريه، بصوا آلام العادة الشهرية أو الوجع اللي بيجيلنا ده، بس الألم ده بيتراوح من حد للآخر. يعني أنا ممكن أكون بتوجع أول يوم أو قبلها بيوم وجع بسيط، ممكن حد تاني يكون الوجع شديد جدا، لأن التقلبات اللي موجودة في الرحم برضو بتكون شديدة جدا. فهنا يا حبيبتي ما تسمعيش نصيحة صاحبتك وتقولك خدي برشام ومسكن وحاجات من كده، عشان انا صغيره وقعت في النقطه دي، فعشان كده باكد عليها في كل فيديو. ما تاخديش مسكنات وانتي صغيره، لان المسكنات دي اصلا انتي خلاص اتعودي جسمك ان هو لازم الوجع ده يروح بمسكن. فانا هقولك على طرق خفيفه جدا وطبيعيه هتخفف من الالم اللي انتي بتكوني حاسه بيه. بس لو انتي عندك التقلبات دي شديده جدا، فممكن تاخدي بس برشام اصلا يقلل او يقلل من التقلبات اللي موجوده في الرحم، لكن ما تاخديش مسكنات. تاني حاجه يا حبيبتي، لو حاجات بقى بتخفف اصلا من الوجع اللي انت بتكوني حاسه بيه او الالم اللي انت بتكوني حاسه بيه وقت العاده الشهريه، اول حاجه الفوطه السخنه. ان انت ممكن تحطي فوطه سخنه على بطنك كده وتضغطيها كده، تمام، لمده من 3 دقايق ل 4 دقايق. طب يا نادي انا مستصعبه اصلا فكره ان انا اروح اجيب فوطه واحطها. تاخدي شاور ميه سخنه. الشاور ميه سخنه ده يا بنات بيخفف من الالم بنسبه كبيره جدا، وبيريح الظهر، وبيخلي العاده الشهريه كمان ان هي تكون يعني النزيف بينزل اسرع. تالت حاجة ممكن تجيبي ازازة مية وتمليها بدل الفوطة، يعني عشان ما تبهدليش نفسك، وتبدأي ان انتي تحطيها. تعملي زي عارفين لما انتي جسمك بيكون سخن وبعدين بنعمل كمادات على الراس، هي نفس الفكرة. انتي هتعملي كمادات بس على اسفل البطن من تحت علشان تخفف من الام العادة الشهرية. تالت حاجة برضو بتخفف من الالام دي يا بنات، مشروب سخن. حاولوا ان انتوا تشربوا كوباية حاجة سخنة كده، كوبايتين 2 3، صدقوني ده بيخفف من الام العاده الشهريه بنسبه كبيره جدا. واكتر مشروب انا بجربه الفتره دي، يعني انا زمان كنت بشرب مثلا نعناع، بيهدي جدا يا بنات وبيريح جدا، واحسن كتير قوي من المسكن. يا نعناع يا انا بصراحه زمان وانا صغيره كنت بشرب حلبه وكنت بحبها قوي، بس اكتشفت ان بعد كده ان هي بتسبب روايح مش لطيفه في الجسم، فابتديت اخفف منها. بس هي بصراحه بتهدي من التقلبات اللي موجوده في الرحم، وبتخفف من الالم بنسبه كبيره جدا. فعندك ان ممكن تشربي نعناع، ممكن تشربي حلبه. واكتر مشروب بقى ممكن يخفف من الوجع اللي انت بتكونوا حاسين بيه، انك تجيبي جنزبيل وميه تغليهم مع بعض وتصفيهم وتبداي انك تشربي الكوبايه دي. صدقوني يا بنات بتخفف جدا 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 من الالم اللي انتوا بتكونوا حاسين بيه. كلها حاجات طبيعيه مش هتاذيكي ولا هتضرك، وجسمك اصلا بعد كده هيتعود عليه افضل مليون مره من ان انت تتعودي على المسكن من وانت صغيره. النقطه اللي بعد كده مهمه جدا، ممارسه الرياضه يا بنات. عارفين زمان واحنا صغيرين كنا بنسمع يعني من اهالينا انه تلعبيش رياضه، ما تتنططيش، ما تمشيش، ما تروحيش، ما تجيش، عشان انت عندك العاده الشهريه. بس يا بنات عارفين ان ممارسه العاده الشهريه بتحقق ممارسه الرياضه اصلا، مجرد ان انت تمشي ربع ساعه كل يوم ده بيخفف من الم العاده الشهريه، بيحسن اصلا من نفسيتك، وبيخلي جسمك في افضل حالاته، وبيخلي نفسيتك اصلا في افضل حالاتها. فمهم جدا وقت العاده الشهريه ان انتي تمارسي الرياضه. امشي كل يوم حوالي ربع ساعه، او مارسي اي هوايه انتي بتحبيها. وكمان يا بنات من الحاجات المهمه ممكن تعملي تمارين خفيفه قوي قوي، برضو دي يا بنات بتساعد جدا 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 على تحسين المزاج كده والنفسيه وقت العاده الشهريه. الحاجة اللي بعد كده معلومة مهمة جدا جدا جدا، انا صغيرة ما كنتش اعرفها، بلاش نشرب مية ساقعة.
الميه الساقعه بتزود الالم اللي انتوا بتكونوا حاسين بيه. حاولوا ان انتوا في فتره العاده الشهريه تشربوا من 6 ل 8 كوبايات ميه، وتخلوها فتره دافيه، ما تخلوهاش سخنه، ما تخلوهاش ساقعه، لان الميه الساقعه التلج دي بتزود جدا جدا من الوجع اللي انتوا بتكونوا حاسين بيه. لكن الميه اللي هي فتره او الميه الدافيه شويه بتكون افضل بكتير، بتخفف من الالم اللي انت بتكوني حاسه بيه او الوجع اللي انت بتكوني حاسه بيه. فحاولوا ان انتوا تشربوا ميه كتير من 6 ل 8 كوبايات، وخلوا الميه دي تكون فتره ما تكونش ساقعه. كمان الميه الفتره دي يا بنات مهمه جدا، لانها بتساعد ان هي بتخفف من الانتفاخات اللي موجوده في البطن. من الحاجات المهمه جدا يا بنات ان انتوا تقللوا من الاكل اللي بيكون دسم، الاكل اللي بيكون فيه دهون كتيره قوي، والاكل اللي بيكون فيه نسبه املاح عاليه، لان ده بيزود من التقلبات اللي بتبقى موجوده اصلا في المعده، وده بيخلي يعني بيخليكي مش مرتاحه وبيخليكي تعبانه طول الفتره دي، وجسمك تقيل ومش قادره تتحركي. فعليكي ان انت تخففي من الاكل اللي فيه دهون عاليه جدا او الاكل الدسم، وكمان تخففي من الاكل اللي بيكون فيه املاح والمواد الحافظه، وبلاش الحاجات الشيبسي والبسكويت والحاجات اللي كلها مواد حافظه وما بتفيدش جسمك ولا بتديله اي فيتامينات اصلا. فالحاجات دي وقت العاده الشهريه، وانا بصراحه بقول لبنتي كده وقت وقبل وبعد ممنوع الحاجات دي. حاولوا ان انتوا بجد تخففوا منها على قد ما تقدروا، وتعودوا على كده من وانتوا صغيرين. لكن بقى الحاجات المفيده جدا اللي هتقلل من الالم اللي انتوا حاسينه، اللي هتهدي كده من التقلبات اللي موجوده في الرحم، ان انتوا تاكلوا خضار كتير قوي وفاكهه. الخضار والفاكهه يا بنات بتدي جسمكم فيتامينات مهمة جدا، وبتحسن كمان مزاجكم. الطماطم والفلفل الاخضر ده، تعملي طبق سلطة كده محترم فيه طماطم وفيه فلفل اخضر وخيار وجرجير وتاكليه، صدقيني هيفرق معاكي جدا جدا في فترة العادة الشهرية. اخر نقطة اثناء العادة الشهرية ان انتي تحاولي على قد ما تقدري ان انتي تريحي جسمك. حاولي كده 6 أو 8 ساعات ان انتي نايمة، تنامي وتاخدي كفايتك من النوم. ما تحاوليش ان انتي تسهري طول الليل، ما تحاوليش ان انتي، لان اصلا السهر هيخلي مزاجك مش حلو وهيخليكي حاسه بالالم، وجسمك هيكون مرهق اصلا، وجسمك بيكون في فتره العاده الشهريه محتاج ان هو يرتاح. وما تحاوليش ان انتي تشيلي حاجه تقيله برضو في وقت العاده الشهريه او تعملي مجهود عالي جدا في وقت العاده الشهريه. حاجه وقت العاده الشهريه يا بنات ما ينفعش تصلي، لان في بنات كتيره بتبعت لي يا نادي انا مكسوفه، انا محروجه، انا مش عارفه، انا بصلي جماعه مع ماما وبابا واخواتي، ففي الوقت ده ما ببقاش عارفه اقول لهم ايه فبضطر اصلي. انت لازم تبقي عارفه ان وقت العاده الشهريه ما ينفعش تصلي لانه حرام، ما ينفعش تصلي. وكمان ما ينفعش ان انت تكوني طول الوقت مكسوفه ومحروجه، وما ينفعش تحطي نفسك في موقف زي ده. انت لازم تتعاملي مع الموقف ده عادي جدا. كمان انك تلمسي المصحف برضو حرام يا بنات. اول ما تنتهي من العاده الشهريه وطبعا بتغتسلي، ودي هنعمله في الحلقه اللي جايه، بتبداي انك انت ترجعي تصلي تاني وتقراي قران. لكن الايام اللي بيكون موجود عندك العاده الشهريه ما ينفعش لا تصلي ولا تلمسي المصحف. وبس كده يا بنات، انا كده خلصت معاكم اهم نصايح ممكن تحتاجوها اثناء العاده الشهريه. وقولوا لي ايه اكتر نصيحه يعني فرقت معاكم جدا، اكتبوا لي تحت في التعليقات. واللي كملت معايا الفيديو دلوقتي تنزل تحطي لي قلب كده وتعمل لي تعليق وتحطي لي فيه قلوب كتيره جدا، لان انا بحبك قوي قوي عشان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. وابعتوا الفيديو ده لكل اصحابكم يا بنات عشان يستفيدوا منه، بجد فيه معلومات مهمه جدا جدا وهيستفيدوا منها. لو انتوا نفذتوا الحاجات البسيطه دي هتفرق معاكم جدا جدا جدا، وهتعدي المرحله دي بمنتهى السهوله.